بصوا بقى هنبتدي نشرح كل حاجة وتشوفوا الحاجة اللي انا بقول لكم عليها دي. اول حاجة دي دقة الزعتر. دقة الزعتر دي اللهم صل على النبي، دي ب35 جنيه، وزنها ربع كيلو. دقة الزعتر دي وزنها ربع كيلو ب35 جنيه. جايبها ومغلفة، كل حاجة جايبها مغلفة. ده برطمان عسل، برطمان عسل نحل 950 جرام ب200 جنيه. بس عسل تحفة تحفة تحفة. مش عايزة اوريكم جماله وقوامه، وسيبكم من القوام والطعم والجمال، لا عارفة يعني. العسل النحل بتاع زمان، عسل نحل من بتاع زمان، والطعم بتاع زمان. شايفين شكله وصفائه وطعمه تحفة تحفة تحفة. يعني ده مش في التلاجة محطوط يعني طعمه، ولا حتى لو في حطيتيه في التلاجة طعمه تحفة. تحسي الطعم الجميل بتاع العسل النحل بتاع زمان، اللي احنا يعني بقالنا كتير قوي ما حسيناش بيه. فعلا فعلا عسل طبيعي تحفة تحفة تحفة. وفي هنا كمان دبس البلح. دبس البلح هو 900 جرام ب90 جنيه. 900. انا قلت لكم ان العسل النحل وزنه 950 جرام ب200 جنيه. بالنسبه للدبس النحل دبس البلح اهو. دبس البلح برضو طعمه جميل جدا. انا جايباه بقى ايه، بصراحه اول مره اجيبه، بس لما قالوا فيه دبس بلح قلت اجيبه واجربه. هو مش غالي، هو 900 جرام ب90 جنيه. قلت انا ممكن استخدمه في حاجات تانية، اعمل منه حاجه زي صويا صوص، استخدمه في الصوصات، في تتبيل الفراخ، في الحاجات دي. ممكن هيبقى جميل جدا لو حتى ما عجبنيش طعمه، ان انا اكله كده عادي. بس هو طلع جميل جدا، حلو ومعقول، وممكن تستخدميه تعملوا منه صوص زي مثلا صوص تروحوا تستخدميه بدل الصويا صوص وكده، هيبقى جميل جدا. ومش غالي يعني ب90 جنيه، وهم 900 جرام يعني كيلو الا حاجه بسيطه. كمان الطحينه. الطحينه تحفه تحفه تحفه. مش عايزه اقول لكم جمالها وقوامها. اوريكم قوامها عامل ازاي. بصوا، هي قوامها مش تقيل قوي، بس تحسيها كلها سمسم سمسم. مفيش اي حاجه محطوطه فيها غير سمسم. انت بتشوفيهم في المكنه وهم بيطحنوها سمسم خالص. سمسم سمسم بينزلوه على البرطمانات على طول. سمسم ومفيش عليه اي مكون مختلف غير ان هو السمسم بيطلع الزيت بتاعه وتطحن وتبقى طحينه تحفه التحفه. تدوقيها ولا كانك عمرك اكلت طحينه في حياتك. خلاص، يبقى احنا شفنا الطحينه، شفنا الدبس البلح، شفنا العسل. انا جايبه 4 برطمانات طحينه، وجايبه 3 برطمانات عسل، وجايبه 1 دبس عشان انا اللي بجربه لاول مره، وجايبه زيت سمسم كمان هوريه لكم. ده زيت السمسم. زيت السمسم دوت ب 150 جنيه، هو 125 جرام. زيت السمسم ده بيقوي المناعه، وبيور برضو هم اللي عصرينه. بصي 150 جنيه، وهي 125 جرام. الازازه دي ب150 جنيه. زيت سمسم، بس زيت سمسم اصلي. ده بيقوي المناعه للناس اللي عايزه تقوي مناعتها. بصوا تحفه. زيت سمسم يعني زيت سمسم طبيعي بيور. جايبه منه ازازتين. جايبه صابون اللبان الدكر، جايبه منهم 3 اهم. ادي 2 في الورق بتاعهم اهم، وادي واحده اهي فاتحه لكم عشان اوري لكم الصابونه. انا جبت بالصابونه دي قبل كده، جايبه 3 صابونات. الصابون اللبان الدكر ده انا جبته قبل كده، بصراحه لقيته جميل جدا. وجايبه منه ليا ولاخويا، يعني لمرات اخويا وكده. فهو فعلا انا لقيته حلو جدا. يعني انا استخدمته بغسل بيه وشي، في ساعتها بتلاقي وشك نور كده وفتح. لا جميل جدا. وانتوا عارفين طبعا فوائد لبان الدكر. معلش انا بصور وانا ماسكه الموبايل بايد وبصور بايد، فمش عارفه التصوير حلو ولا لا. هحطها لكم على ورقه عشان تبان. دي صابونه لبان الدكر ب70 جنيه. وفي عنده انواع كتيره من الصابون. صابونه بزيت جوز الهند، صابونه بحاجات كتير. لما تخشوا على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك هتلاقوهم، او تراسليهم على الواتساب هيبعتوا لك كل المنتوجات بتاعتهم. ولما تيجي بتشحني من عندهم او بتطلبي اوردر بيدخلوك على الويب سايت،
وعليه كل المنتوجات بتاعتهم، بتعلمي وتختاري الحاجة اللي انت عايزاها من على الويب سايت، وبتضيفي واحدة او اتنين او تلاتة، وبيبعتولك صورة بالفاتورة قبل ما تشتري، قبل ما تعملي اي حاجة. لا بصراحة وما بياخدوش الفلوس الا لما يجوا. والمندوب يجيلك برضو، ما يقولولك التوصيل بعد 15 او بعد 5 او 10 ايام، التوصيل بيجيلك بعد يومين على طول. لا حاجة محترمة جدا بصراحة، وتعامل جميل جدا مع الناس دي. انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما بعمل لهم اعلان، انا بحلف، انا بقول لكم انا علشان يعني لقيت المنتوجات دي حلوه وجميله. انا بصراحه حبيت اشاركها معاكم، اللي عايز يجيب من مكان موثوق بس بقول له كده. لكن انا لو كانت وحشه لا يمكن لا يمكن ارتكب ذنب في ان انا اقول لكم دي حلوه عشان تدفعوا فلوس مثلا، وحرام. الدنيا غلا، مش محدش مستحمل الكلام ده خالص. وعندهم زيت زيتون طبعا، زيت الزيتون بقى الجميل بتاعهم. في عندهم نوعين، في ازازه ارخص من دي شويه، بس انا جبت دي جايباها من المره اللي فاتت، من المره اللي فاتت مش المره دي. دي كيلو 1000 مللي جرام. وبصوا بقى زيت ممتاز، هوريكم احط لكم القرايه بتاعتها قدامكم عشان تقروها. لا زيت جميل جدا. بصوا زيت زيتون بكر ممتاز، عصر على البارد، حموضه اقل من 8 من 10 1000 مللي جرام اهي. وهحطها لكم تاني مكتوبه اهي، هظهرها لكم عشان تقروها انتوا كمان اهي. بكر ممتاز، عصر على البارد، حموضة أقل من 8 من 10 ألف ملي جرام. وطبعا العبوة صفيح ليه؟ علشان الزيت الزيتون لازم يحفظ في مكان معتم. بس ايه بيقولك ايه، كل حاجة بيعملوا عليها اختبارات معملية في المصنع وهم واقفين. يعني العبوات دي بيتعمل عليها اختبارات معملية علشان خاطر يشوفوا مدى صلاحيتها على الحفاظ على المنتج بتاعهم. يعني تصدقوا قد ايه انا كنت مستغربة وانا بتفرج على الفيديو بتاعهم. بيجيبوا قال ناس هناك، وفعلا في ناس بتحلل الحاجات اللي بيعبوا فيها المنتجات بتاعتهم علشان خاطر يشوفوا هل هي صالحة لاستخدامهم، يستخدموها كعبوات للمنتجات دي ولا لا. يعني يشوفوا مثلا اذا كانت في احماض في المنتجات دي كلها بتتفاعل مع المعدن مع البلاستيك، فبيستبعدوها ويجيبوا حاجات جودة اعلى. بس ولا طقم الناس اللي بيشتغل في المصنع، انتوا تشوفوا المكن منزل يحطوا له السمسم من فوق، ينزل طحينه، وبرده يحطوا له اي حاجه زيت اللي هو زيت اسمه اللي بيتعمل زيت حار ده، اسمه زيت اللهم صل على النبي، اللي هو زيت بذر الكتان. كل حاجه بيعصروها قدامك وبتبقي شايفه. ودلوقتي بيوصلوا برضو، اصل في الصيف كان بيبقى عندهم زحمه جدا، دلوقتي بقى هم ما فيش المصيفين ما بيبقوش عندهم، وبيقدروا برضو يوصلوا لك. مع اني اخر الاوردر الاخير اللي انا كنت جايباه، بس الحقيقه برضو صوروا لي ما نكمل كلامنا بقى عشان الفيديو قطع. فبقول لكم بقى ان هم بيشحنوا في القاهرة، وفي اسكندرية، وفي محافظات الصعيد بعض المحافظات. يعني في الصيف كان يعني الشحن برضو بيشحنوا برضو، رغم ان كنت انا جايبة في اخر الصيف اللي فات. ودلوقتي هم بيشحنوا، واي حد هيعوز بيعمل لهم بيعملوا اوردر على الواتساب، وبيبعتوا لك صورة الفاتورة. ويعني الحاجة ممتازة فوق الممتازة، بأمانة الله بأمانة الله. لأن أنا بتضايق جدا 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 علشان في بعض القنوات بتجيب منتجات وتقول دي حلوة وجميلة وروعة ومش روعة. ممكن تبقى ده إعلان بالنسبة للشركة اللي هي بتعلن عنها دي، بس ما بيراعوش ربنا ان الناس ممكن تنساق ورا كلامهم وتجيب حاجات وتطلع حاجة مش كويسة. فيعني اتمنى ان كل القنوات وكل الناس يبقى امينة على نفسها، تحط نفسها مكان الناس اللي هتشتري دي. يعني حرام برضو تدفع فلوس في الوقت الغلا اللي احنا فيه دوت في مكانها. يبقى عيب قوي عيب قوي. الفلوس مش كل حاجة، يعني لازم نعامل ربنا ونبقى كده مخلصين مع بعض كده هوت في كل كلمة بنقولها، علشان ربنا يرضى عننا ويحفظنا جميعا. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. اتمنى لكم الصحة دائما، وان شاء الله ما تنسونوش في دعوة حلوة، ولا تنسوني في اللايك والشير. واشكركم والى اللقاء. السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟
النهارده مش هنعمل فيديو، النهارده هشارك معاكم اوردر انا جايباه من مكان جميل جدا، فحبيت ان انا اعرفكم الحاجات دي واعرفكم على منتجاتها وبالاسعار، علشان اللي عاوز يجيب حاجه من دول يبعت يجيبها من معصرة فيرجينيا في مرسى مطروح. هي الحقيقه بتوصل لحد اي مكان في القاهره، فانتوا او دلوقتي في اسكندريه كمان، وقالوا في بعض المحافظات في الصعيد. فاللي عايز يقعد يتفرج معايا على الفيديو تفاصيله، في جايبين جايبين طحينه بيور بيعصروها قدامك هناك، والفيديو بتاعهم موجود على الفيس. انا مش بعمل دعايه ليهم على فكره، هم مش محتاجين دعايه، هم ليهم صفحاتهم على الفيس وليهم يعني الجودة بتاعت حاجتهم هي بتتحدث عنهم. وانا طبعا يعني حبيت اعمل الفيديو ده لان دي تاني اوردر اجيبه مش اول اوردر. وشوفوا الحاجات كلها بتيجي مغلفة، كل برطمان مغلف. العسل النحل، بس العسل النحل تحفة، انا جبته المرة اللي فاتت. والطحينة روعة الروعة، هوريها لكم دلوقتي. ودبس البلح ولبان صابونة اللبان الدكر. بص كل الحاجة جاية ملفوفة، صابونة لبان الدكر للوجه، ودقة الزعتر الجميلة، كله جاي الحاجة ملفوفة. وحاجات وزيت جوز هند، وزيت زيت سمسم، حاجات روعة جدا. انا جبت اوردر قبل كده وجربته من شهرين، ودلوقتي طلبت اوردر تاني ليا. وكمان اخويا قال لي هاتي لي حاجات معاكي، جبتها له. تحفة تحفة تحفة، حاجاتهم تحفة بجد. انا علشان جربتها عشان كده قلت اعمل الفيديو ده ليكم، لكن انا لو ما كانتش حلوه بالامانه ما كنتش هقول لاي حد، لاني حرام ان انا اخلي الناس تجيب حاجات وتدفع فلوس، خصوصا في الوقت دوت، وما تكونش الحاجه كويسه. ده زيت سمسم، وبصوا كل ازازه ملفوفه. انا حرام عليا لما اقولها على حاجه حلوه وهي وحشه، لان الناس هتدفع فيها فلوس، وحرام في الوقت ده مش مستحمل ان حد يدفع فلوس مش في مكانها. وهوريكم كل حاجه بالتفصيل.